الحلقة، مجلس الحلقة نعم. في المسجد، وانزوى يعبد ربه. فلما حس بطعم العبادة والتخلي أيوة. أرسل رسالة إلى مالك آه. يدعوه أن يفعل مثل ما أيوة. يفعل. قال له إيه، أنت سيب القصة اللي أنت فيها دي وتعالى دوق الحلاوة اللي أنا فيها. تمام. فالإمام مالك من فقهه وحكمته أرسل إليه رسالة قال أنا فتح لي في هذا وفتح لك في هذا وكلانا على خير. إيه صحيح. هو ده الفقه ده. هو ده الفقه بالضبط كده. يعني اللي دخل في العبادة ممكن يتهم الثاني بالرياء. نعم. انت بتحب الرياء وتحب انك تبقى شيخ وتقول حدثنا فلان وفلان، ادخل زي ما انا عملت، فيبقى كأنه اثنى على نفسه بالورع واتهم الاخر بالنفاق. نعم. لكن شوف الامام مالك رحمه الله عليه كيف قال رضي الله عنه. قال كلانا على خير، بس انت فتح لك في هذا. وابن مسعود صح في معجم الطبراني وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود انه قيل له نراك قليل الصيام. انا قال أنا أضعف عن الصيام وقراءة القرآن والصلاة أحب إلي. نعم. خلاص فتح له في هذا الباب. ما يجيش واحد صوام قادر على الصيام يوم يستقل عبادة رجل آخر أو فقه رجل آخر. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال كده، قال إن الصيام يضعفني عن الصلاة وقراءة وأنا أفضل الصلاة على الصيام. يعني هو عنده الصيام. لذلك يعني سبحان الله العظيم الذهبي وهذه المعالجة في سرد سير الأعلام مهمة جدا. يعني في سير أعلام النبلاء تعقيبات الذهبي كانت جميلة قوي رائعة جدا سبحان الله العظيم. يعني ينقل مثلا قول أبي الدرداء رضي الله عنه أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع علي التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. الإمام الذهبي يقول رضي الله عن أبي الدرداء، ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة كأبي بكر وعثمان وغيرهما ورضي الله عن الجميع. أينا. فهي دي القضية. أحسن. همم تبقى همم. سبحان الله. وبالمناسبة برضه يعني سبحان الله من باب ما ذكرتني أنت به، يعني جزاك الله خيرا، في قول الذهبي في مسألة الإخلاص، يعني التعقيب على كلامهم لما نقل كلمة مين، لما قال ايه ما صدق الله عبد احب الشهرة، ما صدق الله عبد احب الشهرة. ايوب السختياني قال ما صدق الله عبد احب الشهرة. فقال الامام الذهبي صدق والله، ولكن قد يبتلى العبد بحب الشهرة على الاخلاص وهو لا يدري. وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. وكفاية على كده بس غلط. طبعا رحمة الله على الذهبي. لا صاحب قلم رشيق، تعليقات ذهبية جميلة. الذهبي معروف قلمه رشيق وتعليقاته على حتى أن في بعض الباحثين أفرد تعليقات الذهبي بكتاب سماها تعليقات الذهبي. تعليقات الذهبي في السير اللي يجيب الأثر الذي من أجله يعني تكلم بهذه الكلمة ثم يذكر تعليق الذهبي. جميل رائع. والله أنا أوصي يعني الحقيقة الناس هو كتاب تربية، تشتري. أنا أعتبره كتاب تربية. صح. كتاب سير أعلام النبلاء كتاب تربية. وله سبحان الله العظيم يعني برضو مثلا قول أحمد بن أبي الحواري لتلميذه سليمان الداراني قال له ايه انما انا وانت ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. ده دول اللي بيقولوا كده يعني. الله المستعان. ده احمد بن الحواري ده رد الامام ده قال ايه، قال خير الطرق الطريقة المحمدية. ثم سرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل وينام ويقوم ويصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويقوم الليل حتى ترم قدماه فسبحان الله التعليقات دي تعليقات دسمة جدا. نعم تنير البصيرة الحقيقة. اي نعم. طيب سيدنا يعني برضو نريد ان نستزيد فضل موقف للامام البخاري. انت عمال تقطع في فضل الموقف للامام البخاري رضي الله عنه. الحقيقة كان الامام البخاري يخرج للرمي كان الرمي طبعا سبحان الله العظيم. كان العلماء كلهم يخرجون للرمي الرباط يرموا علشان إذا جاء العدو يكونوا مستعدين. يعني حتى يعني محدث ورامي طبعا
أذكر لك قبل أن أدخل في قصة البخاري، يونس بن عبد الأعلى، أي نعم، تلميذ الإمام الشافعي. الشافعي، نعم. قال سمعت الشافعي يوما يقول: جعلت نهمتي في الرمي والعلم. والعلم، فكنت أصيب في الرمي 10 من 10. ثم سكت، فقال له يونس: والله إنك لفي العلم أفضل منك في الرمي. يعني شوف الشافعي 11 من 10 بقى. يعني شوف الشافعي وتواضع الشافعي. سبحان الله. ما يقولش وأصيب في العلم 10 من 10. لا. إنما قال أصيب في الرمي 10 من 10 ثم سكت. فيقوم يونس بقى المؤدب بقى المتربي يعني والكلام، قال: والله إنك لفي العلم لأفضل منك في الرمي. فتتنا دي عايزة حلقة بقى في الأدب. أدب هؤلاء العلماء. نعم. وتوقيرهم للكبار. لا والله ده كانوا على أدب عال جدا. والله وما عزت هذه الأمة إلا بمعرفة أقدار رجالها. كل واحد عارف أين موضع قدمه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات. نعم. يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. نعم. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فلما يكون إن الأمة لا تعرف أقدار بعضها، هو من هنا يأتي بقى الخلل. تؤتى طبعا. ومعرفة الأقدام ده هو باب التربية، إن أنا أعرف أين أضع قدمي، وأتكلم بين يدي من ولا أتكلم بين يدي من، والكلام ده مسألة الاحترام الواجب والتوقير والكلام ده، هي دي الحقيقة اللي هي احنا محتاجينها فعلا. نعم، جزاك الله. لا دي عايزة حلقة ان احنا نتكلم عن أدب المشايخ والعلماء مع الأكابر. خرج البخاري للرمي. خرج البخاري للرمي. المهم ان وهو بيضرب فأصاب قنطرة أحد الناس. تعرف القنطرة على الترعة بتكون قائمة على أعمدة من خشب. نعم. فالسهم بتاعه يعني ايه أصاب العمود القنطرة. نعم. فقصمه، سقطت. فالبخاري حزن جدا وكف عن الرمي، وسأل من صاحب القنطرة، قالوا فلان. فأرسل إليه أنني أريد أن أصلح هذه القنطرة وأن تسامحني على هذا. فالرجل صاحب القنطرة قال: لو أن البخاري قصدني في شيء غير هذا، بل أنا وما أملك فداء له. الله أكبر. فالبخاري أبى إطلاقا إلا أن يصلح القنطرة. فلما أصلحها وقبل الرجل وقبل من البخاري أن يتحلل من المظلمة، حدث في هذا اليوم شكرا لله ب500 حديث. ب500؟ ما حصلتش للبخاري. وطبعا دي بالنسبة للطلبة والغرباء فاكهة. فاكهة أتاكم السيل. خلاص بقى. فمن شكره لله أن الرجل أحله من هذه المظلمة، مع أن هو قال له: ما كنت أود أن تحتشمني في وتد، بل أنا وما أملك فداء لك. سبحان الله. وسامحه أبدا، رفض ولا بد أن يقيم الوتد. ومن أن الرجل قبل حدث هؤلاء الغرباء ب500 حديث شكرا لله عز وجل أنه تحلل من هذه المظلمة. احنا كده محتاجين منك 500 حديث عشان الكرسي بتاعك يتعوج يعني. برضو الوتد برضو يبقى أصابته عينك. بل قدمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي، لعل هذا حديث لا يمل، ولكن الوقت دهمنا. الله المستعان. ونعتذر عن قصر هذه الحلقات، ولكن يبدو أن لنا 3 أخرى إن شاء الله نستكملها مع أبناء الشيخ أبو إسحاق الناجين. فإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتم بخير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.